أصدقائي وأحبائي في الله، هنبدأ الفيديو بتاعنا الصغير بالصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا جبت آخري مع الفيران. أنا تعبت نفسيا من الفيران جننتني. كل فرد يعني فرد أبيض شقلباز، نتاية زي دي، يعني نتاية كبيرة أهي زي النتاية اللي جوه دي، يعني دول زغللهم. النتاية اهي ورا اهي، كلها كانت في العين تحت كلها. مش فاهم كلها ازاي، اقسم بالله اتجنن بجد. فانا جبت اخر حاجه، انا جبت ده. رحت عند بتاع المبيدات الحشريه واللي هو القوارض والكلام ده، قال لي خد ده، ده هيجيب النهيه معاك. قلت له طب ده احطه على ايه؟ قال لي لا، ده انت شوف شويه غله شويه حبوب. قلت لا، مش هيجيب ايه، مش هيجيب الفار، ما الغله والحبوب قدامه اهي، والكلام ده قدامه كتير، ما بيجيبش الاخر معاه. طب ايه؟ لقيت النهارده الجمعه، ام العيال عامله لنا كانت فرخه، فبقى مننا شويه زور على شويه الرجول على شويه العظم، هما فيهم يعني فيهم بواقي اللي هو حاول. قلت بس هو ده اللي هيجيب معاه من الاخر. إحنا لازم نعيش عشوه محترمه عشان يحل عننا. بصراحه الراجل مش عايز يحل عننا في حاجه، فاحنا ايه لازم نفخم عليه. فانا هفضي الكيس ده على الشوية دول، بس مش همسكهم بايدي. انا هفضي الكيس جواه وارجه، وهمسك بكيس تاني كده او بخشب ولا باي حاجة، وهوزعهم له. احط كيس، احط مثلا حتتين هنا، حتتين تحت، حتتين ورا التقفيصة، حتة هنا فوق، حتة هنا تحت. هما وزعهم له في الايه، في العشرة كلها، وهنشوف مع بعضينا الدنيا تمشي مع بعض ازاي. ان انا كده جبت اخري. تعال نصبح على بندق. صباح ابيض يا بندق. بندق النتاية بتاعته محصية وقاعد هو جنبيها، طبعا اليومين دول بيرعاها، مش عايز حد يجي جنبيه. وابنه نفس النظام، ما ده ابن بندق. مش بصوا، مش بصوا، بصوا. طلع زي ابوه بالظبط. الدكر ده مش من نسله بس دكر بجد بطل زيهم يعني. بصوا. ابن ازرق قطيفه وانتهى صفرة زي مرات مرات بندق، زي النتاية اللي مع بندق. عندنا البلدي برضو نبص عليهم نزغللهم اهي. هنديهم النهارده برضو ايه، هنديهم قراص خميره. جايب لهم قراص خميره عشان ايه، تظبط مع الزغاليل برضو، بس بعد ما عليهم تكلف. وهنجوز النتاية الجميله دي، الاموره دي، للدكر ده. هنجوزها للدكر ده. هو انا محبسهم قدام بعض كده بقالهم يمكن 5 ايام ولا حاجه. تعال نبص على الدكر اللي مناخيره طارت ده اهو. اسد يالا، في ايه يالا حبيبي يعني فداك الحصو عادي. فضل يدافع عن الحصو بتاعه لغايه ما مناخيره هو طارت. مش فاهم، انا نفسي اشوف الفار ده. بص النتاية زيف، عزة زيف. هو الحصو بتاعه مطار اهو بقاله يمكن كده 5 ايام، فالنتاية زيفة برضه، عايز تحص تاني. والله المستعان. انا هعمل دلوقتي، اوقف الفيديو بس هعمله فضيه وارجع لكم تاني اوريه. بس اصحابي، هو ده الكيس الصغير اهو، انا فضيته على الشنطة ووزعت بقى اهي، هنا وهنا اهو وهنا اهو. تمام، ما حطيتلوش هنا، بس حطيت له تحت هنا في الزاوية اهو، حطيت له هنا اهو، وحطيت له هنا اهو، وبالهنا والشفا. عشان ده لو ما جابش معاه نتيجة انا اذبح الحمام في الاخر، يعني مفيش بعد كده تاني. ده حاجة فتاكة، ولازم واحنا بنستخدم الحاجة دي نبقى لابسين اي حاجة في ايدينا. كنت لابس كيسين في ايدي وهنزل اغسل ايدي مرة واتنين وتلاتة، يعني ده سم.
مينفعش، والله المستعان. انا كلفت الحمام واكلت الحمام، كنت عايز ادي الزغلولين خميرة، راس خميرة، بس هو عشان انا عملته بايدي ولسه هنزل واطلع، فبكرة ان شاء الله بديهم خميرة، يكونوا كده مقفلوا اصلا كده ايه ل10 ايام، هبديهم راس خميرة عشان يفور معاهم الدنيا. وان شاء الله نشيل الزغلولين دول ونعزلهم عن اهاليهم. هما بسم الله ما شاء الله ابتدوا يلقطوا اهم وقفلوا ال30 يوم. مش عايز امسكهم برضو، بس الشرايين بتاعتهم الله اكبر لسه كمان زغاليل، لسه الشرايين لما تكبر كمان عن كده تاني. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، واتمنى ان انا اكون فدتكم بحاجه. ونمس على مش بس مش هينفع مديله ايدي. يلا.